your head on my Who are you? Thomas Shelby. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a I'm out and all the time. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جايب لكم المره دي نسخه رمضان. تمام، سامحوني كانت في شويه مشاكل كده، بعد ما حليتها قررت انزل لكم نسخه رمضان. تمام، طيب نخش في الموضوع على طول عشان ما ناخدش من وقت الفيديو كتير. طبعا مش هجرب لك النسخه كتيست فيروس، لان في الفيديو اللي فات انا جربتها لك كتيست فيروس وما كانتش بتهنج اي حرف، ما كانتش بتهنج اي فيروس ولا اي كونكت. تمام، نخش في المواصفات على طول عشان وقت الفيديو. طيب انت لو دوست على اللي فوق هنا كده في عندك اخفاء شتات، ولو دوست على اللي جنبيها عندك قطع نت عن النسخه عشان لو في حد بيرمي عليك فيروس وانت داتا. ولو دوست على الثلاث نقط عندك هنا اعدادات نسخه ايفل لرمضان. تمام، عندك هنا اول حاجه لينك قناه ايفل، وعندك خصوصيه نسخه ايفل خصوصيه كامله زي اخفاء اخر ظهور اللي هو لاست سين، وعندك تعطيل اعاده التوجيه ومن يستطيع الاتصال بيه. طبعا احنا عارفين الكلام ده كله. تمام، وعندك هنا خصوصيه مؤقته، وعندك هنا اخفاء مشاهده الستوري، وعندك هنا منع حذف الستوري، واخفاء زر تحميل الستوري، ومنع حذف رساله صديقك، ومشاهده الصوره اكثر من مره. ساعات لما حد بيبعت لك الصوره لما انت بتيجي تشوفها بتشوفها مره واحده ما تعرفش تشوفها تاني، لا ده بيخليك تشوفها اكتر من مره. وزر علامتين الزرقاء بعد الرد هنا عندك في جهات الاتصال، وهنا عندك في الرومات، وهنا عندك في البي سي. تمام كده كده خلصنا الخصوصيه. تامين واتساب ايفل وباسورد، عندك هنا تامين الواتساب بباسورد عشان لو انت نايم اخوك بيلعب في النسخه. تمام، وهنا عندك تنظيف ملفات. تمام، لو دوست كده هينضف لك الملفات اللي بره عشان لو انت ما عندكش مساحه كافيه للنسخه. تمام، وهنا عندك تنظيف ملفات بشكل تاني، ده علشان ملف السرعه لو انت مركب ملف السرعه وعايز تنظف التليفون من ملف السرعه عشان لو النسخه بتاخد مساحه كامله من الجهاز، ده بينضف لك الملفات التقيله اللي هي بتاعت ملف السرعه. وهنا عندك خاصيه ستوري، هنا عندك ارسال الصور بعاليه الجوده، وارسال الصور بالحجم الاصلي. ساعات لما بتبعت صوره الدقه بتاعتها بتقل والحجم بتاعها بيقل، لا ده بيخليها تتباع بالصوره عاليه الدقه. وهنا عندك بتتباع بالحجم الاصلي. وهنا تحميل فيديو على الستوري لمده 10 دقائق. ساعات لما بتيجي تحمل فيديو على الستوري اللي هو بتحمل فيديو 30 ثانيه بس، ده لا بيخليك تحمل فيديو لمده 10 دقائق. تمام، وهنا عندك ارسال الصور بالحجم الاصلي نفس القصه، وعندك ارسال الصور والفيديو بنفس الدقه، وهنا ارسال الصور والفيديو بحجمها الاصلي، والتحكم في جوده الفيديو والصور. لما تيجي تبعت فيديو او صوره الدقه بتاعتها بتقل، لا ده بيخليها تتبعت بنفس الجوده بتاعتها. تمام، نخش على نسخ الاحتياطي والاستعاده. عندك هنا نسخ احتياطي واستعاده عشان لو عايز تركب ملف السرعه. تمام، والملف بتاع الباك اب اللي انت هتاخد منه نسخ احتياطي اسمه واتساب بيزنس جوه. تمام، لما تدوس عليه هيفتح معاك بحاجه اسمها ايفل باك اب، هتخش تعمل ملف السرعه عادي. بعد ما تخش على ايفل باك اب فيه هيظهر لك ملفات كتير، في حاجه اسمها الداتابيز، هتمسح اللي في الداتابيز كله وتحط ملف السرعه، بعد كده تعمل استعاده كالعاده زي ما احنا عارفين. تمام، عندك هنا تحرك شتات وواجهات النسخه. اول حاجه عندك تحرك شتات، هنا عندك تحرك شتات في الواجهه، وهنا عندك تحرك شتات في الشات. عندك تحرك شتات في الشات 15 شكل زي ما انت شايف كده، وهنا تحرك شتات في الشات عندك 15 شكل برضه، هنا في الشات وهنا في الواجهه. تمام، وهنا عندك واجهات النسخه، عندك 8 واجهات للنسخه زي ما انت شايف كده. وهنا عندك اسطر للواجهه اللي هو الكونفرزيشن اللي بيكون بره. تمام، 6 اسطر للواجهه. بعد كده عندك خصوصيه الفيروس. تمام، عندك فعاله تستلم كل كونكتات صفر، لو كونكت 80 كونكت 25 كونكت 265 اترمى عليك هيجي لك صفر. تمام، عشان ما تهنكش كونكتات. وهنا فعاله عشان ترمي فيروس بسرعه، وهنا فعاله الاخفاء اسم الكونكت، وفعاله عشان ما تهنكش فيروس الصور اللي هو الانمي، وفعاله عشان ما تهنكش اي حاجه زي فيروس الضغط او فيروس ارقام، وفعاله عشان تعمل تذكر في الكيب اللي هو اي او اس، لما تيجي مثلا تبعت حاجه من الكيب بتفضل زي ما هي محطوطه. تمام، فعله عشان ما تهنكش فيروس مستندات اللي هو البي دي اف. تمام، فعله عشان تخفي التذكرتين من الشات علشان ما تهنكش فيروس قطع نت. تمام، اللي هو الجديد. فعله عشان ما تشوفش ستوري بيخفي لك الستوري اللي بره علشان ما تهنكش فيروس الفيديو. كده احنا خلصنا الخصوصيه بتاعت النسخه الكامله. تمام، هنا عندك مسج رقم مش متسجل، تكتب هنا -2 بعد كده تكمل الرقم اللي انت عايز تكلمه. وايه تاني؟ عندك هنا راستر واتساب، وهنا عندك اعدادات اعمال طبعا مالكش دعوه بيها، دي بتاعت البيزنس مان بس. وهنا عندك اعمل روم لو هتعمل جروب، وهنا عندك اعمل بي سي، مزود لك طبعا عايز البي سي ال 1024 بدل من 256.
وهنا عندك نقاط اعمال مالكش دعوه بيها، وهنا عندك افتح ويب ورساله مميزه بنجمه، وهنا عندك اعدادات عاديه الاساسيه. تمام. عندك هنا الخصوصيه الاساسيه، وعندك هنا الشات. هنا عندك السين بتاع النسخه الابيض ولا الغامق زي ما انت شفت في التيست، وهنا عندك خلفيه الشات، وهنا عندك الاشعارات بتاعت النسخه لو انت مش عايز اشعارات تجيلك، والتخزين والمساحه، وهنا عندك المساعده الاباوت بتاع النسخه. تمام. وكل سنه وانتم طيبين. وهنا عندك المكالمات، وهنا عندك الستوري، وطبعا انا مزود لك عدد الستوري. تمام. نخش على نقطه معينه. طبعا انت عندك سحب رومات. تمام. يعني ايه سحب رومات؟ هتقوم دايس على اداه المجموعه وسحب رومات، اول ما تدوس على علامه الصح دي الروم كله هينزل من الادمن. تمام. انت كده سحبت الروم. يعني هفهمك حاجه برضو عشان المسابقات، لو الروم كله ادمن زي ما انت شايف كده، لو الروم كله ادمن ودخلت على اداه المجموعه، يعني مثلا 30 40 واحد ادمن، طبعا انت مش هتنزلهم واحد واحد، يعني مش هتعمل كده ونزله من الادمن، طبعا انت مش هتنزل واحد واحد من الادمن. تمام. تقوم دايس اداه المجموعه سحب رومات، تقوم دايس على الصح اللي تحت دي، الادمن كله هينزل وانت كده تكون سحبت الروم. تمام. طيب عندك هنا من جوه الشات، طبعا دي الصوره اللي هتظهر لك من جوه الشات. تمام. لو دخلت على اي شات كده دي الصوره اللي تظهر لك في الدارك، وفي صوره تانية تظهر لك في اللايت. طبعا الكلام ده كله مترجم وبلوك وابلاغ. طيب دي تكون نسخه رمضان اللي انا كنت وعدتكم بيها، وانا اسف بجد عشان كان حاصل لي شويه مشاكل، فمش عارف والله اتاسف لكم ازاي، بس بجد انا كنت في مشاكل الايام اللي فاتت دي، فعشان كده اتاخرت. بس انا كنت انزلها الخميس اللي فات. بس كده احلى اخوات في الدنيا. يا رب تكون نسخه رمضان عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين. يلا اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.